ست إيطالية اسمها تريزا جيوشيلي عندها 80 سنة، عايشة في بيت لوحدها وعندها عصفورين صغيرين اسمهم كارلا وبولا، وحطاهم في قفص صغير. في يوم من الأيام تريزا كانت في المطبخ وحست بدوخة شديدة وفقدت توازنها ووقعت على الأرض، وحست إن هي في اللحظات الأخيرة في حياتها، بس جه في بالها مصير كارلا وبولا لو ماتت ومحدش عرف عنها حاجة لمدة أيام. استجمعت اللي بقى من قوتها وزحفت لحد القفص وفتحت الباب وخرجت العصفورين عشان ما يموتوش من الجوع والعطش. بس الغريب ان العصفورين ما سابوش تريزا وطاروا، العصفورين وقفوا على سور البيت وفضلوا يصفروا بطريقه هستيريه لفتت انتباه الجيران كلهم لان هم مش متعودين منهم على كده. وده خلى الجيران يروحوا عند البيت ويخبطوا على الباب بس محدش بيفتح، وده زود قلق الجيران، وفي الاخر كسروا الباب فلقوا تريزا مغمى عليها ورجلها مكسوره، واتصلوا بالاسعاف اللي جت اخدت تريزا المستشفى وانقذوا حياتها. تخيل بقى ان خوف تريزا ورحمتها بالعصفورين كانوا سبب في انقاذ حياتها. بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.